حاجات يا ريتني كنت عرفتها اول ما ابتديت العب حديد، كانت هتفرق معايا جدا. اهلا وسهلا عليكم يا جماوي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. لو انت اول مره تشوفني هنا في القناه بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بتمرينك وبصحتك وبتغذيتك. من الاخر هتعمل فورمه، يعني هتعمل الفورمه. فيديو النهارده هيبقى اول فيديو من سلسله لو رجع بيا الزمن، ودي هنتكلم فيها عن حاجات كنا مهملينها، حاجات ما نعرفهاش اول ما ابتدينا نتمرن. هنتكلم عن كل حاجه، وكل فيديو هيبقى حلقه مختلفه. واول حلقه، اوعى تهمل عضله رجلك. بشوف ناس كتيره جدا بتروح الجيم بتتمرن عندها النص الفوقاني اهم من النص التحتاني بمراحل، ما بشوفهمش بيتمرنوا رجل خالص. يا ربي ما فيها شيء. عايز اقول لك النهارده اهميه عضله الرجل وليه لازم تمرنها. عضله الرجل مهمه جدا جدا، ما تقلش اهميه عن اي عضله في جسمك. عضلات رجلك يعني نص جسمك، يعني نص قوتك. اكبر عضلات في جسمك بتبقى موجوده في رجلك. عندك عضلتين من اكبر عضلات الجسم اللي هما الكوادز اللي هي الاماميات والهامسترنج اللي هي الخلفيات. عندك الجلوتس اللي هي المؤخره، وعندك السمانه اللي هي الكالفز او البطاط عشان اخواتنا الخليجيين اللي بيتفرجوا. هبقى اعمل باذن الله فيديو مخصوص لكل عضله بتتكون من كام راس، بتبتدي من فين وبتنتهي فين، وتشريحها وطريقه حركتها والميكانيزم بتاعها باذن الله قريب جدا. ما تنساش تشترك في القناه عشان الفيديوهات دي ما تفوتكش. بالنسبه لاول فايده هتستفادها لو اتمرنت رجل، هيزيد معاك انتاج هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره بشكل عالي جدا. دراسات اثبتت ان كل ما انت بتمرن رجلك جسمك بيفرز هرمون الذكوره بنسب عاليه جدا. هرمون الذكوره يعني عضلات، يعني انت دلوقتي لما بتمرن رجلك بتمرن نصك التحتاني، كده نصك الفوقاني بيستفاد معاك برضو. كل ما انت بتتمرن رجل جسمك ونصك الفوقاني هيزيد وهيضخم. هرمون الذكوره مهم جدا. لو انت واحد متجوز العب وتمرن رجل كتير هتدعي لي. تاني نقطة، ليه لازم نمرن عضلات رجلنا من أول يوم لينا في الجيم؟ عشان ببساطة كده عضلات الرجل دي تعتبر أكتر عضلات عنيدة في جسم الإنسان. أكتر عضلات بيبقى التطور فيها بطيء جدا، بتبقى محتاجة مجهود كبير جدا عشان تتطور. عشان كده بنصح من أول يوم ليك في الجيم لازم تهتم بعضلات الرجل. تالت نقطة، مفيش عضلات رجل مفيش تناسق. بشوف ناس كتيرة جدا بالسنتين والتلاتة تمرين وعمرهم ما بيفكروا يهتموا برجلهم. بيبقى شكلهم عامل كده بالظبط، تشيكن ليجز. بيبقى شكل صعب جدا وحاجة شاذة، حاجة غريبة. من فوق حاجة ضخمة ومن تحت عصيان كبريت. رابع حاجة، دورها في حرق السعرات بشكل كبير. زي ما انا قلت لك ان عضلات الرجل عضلات كبيرة، جسمك بيحتاج وقت وفترة عشان يعمل لها ريكفري وعشان يصلح التلف اللي حصل فيها، فبيحرق سعرات كتير عشان يقدر يصلح التلف ده. فانت لو واحد بتدور انك تنزل في الوزن وتحرق الدهون وعايز تفقد سعرات، زود معدل تمرينك للرجل فيحرق سعرات زيادة. يا جدعان يا اللي بتخبطوا فوق. خامس نقطة، ودي نقطة مهمة جدا من واقع خبرتي، لو ما مرنتش عضلة رجلك هتبقى أكبر عقبة قدامك. لو أنت فكرت قدام إنك تقف على مسرح وإنك تنافس في اللعبة دي، هتبقى بالنسبة لك كده زي نقطة ضعف، محتاجة شغل كتير. العضلات الرجل دي بتحتاج وقت وسنين عشان تتطور. فأنت لو قدامك مثلا بطولة كمان 5-6 أشهر، استحالة توصل بيها لمرحلة كويسة. سادس وآخر حاجة، الثقة بالنفس. طبعا الناس اللي رجليهم قوية عارفين معنى الكلام اللي انا بقول لك عليه دلوقتي. انا طبعا في الفيديو ده قلت رجلك يجي 1000 مرة. تخيل معايا كده عمارة ولا برج 20 دور والاساس بتاعه ضعيف، زيه زي الناس اللي بتروح الجيم من فوق بسم الله ما شاء الله ومن تحت عصيان. الخلاصة عضلات رجلك لازم تديها اهتمام، ويا ريتني كان حد قال لي النصيحة دي من اول يوم ليا في الجيم. كده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون فادتك بأي معلومة او ضافت لك اي معلومه جديده. ما تنساش اللايك عشان بيساعد جدا في نشر الفيديو. شير الفيديو على قد ما تقدر، فيد صحابك، عرف الناس الصح. ما تنساش تكتب لي اي سؤال عندك. لو عندك اي اقتراح اكتبه لي برضو. عندك اي افكار لسلسله جديده اكتبها لي برضو. باذن الله هنكبر مع بعض وهنبقى اكبر عيله على اليوتيوب. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.